طب هقول لك حاجه، احنا مغيبين بالظبط. احنا مغيبين تماما ماشي، وهم فعلا بيعملوا كل البروباجندا دي عشان انا اللي معايا 1.5 مليون وداخل اشتري عربيه اروح اشتري عربياته. بالظبط. سيبك مني وسيبك منه، فاهم خالص. يعني مثلا نروح لناس تستمونيالز، ناس طبيعيه بقى. عندك السي او بتاع فورد ركب العربيه الشاومي، قعد بيها 6 شهور تقريبا، الشاومي الاس يو 7 قعد بيها 6 شهور، وبعد كده قال لك انا العربيه دي انا راكبها بقالي 6 شهور وعجباني جدا ومش قادر اسيبها ومش متاكد ان احنا هنقدر نوصل للمستوى ده بسرعه. العربيه الشاومي دي بعد ما كسرت الرقم بتاع النوربرج لفت على كل مصانع اوروبا، لامبورجيني وبورشا وفيراري كله خدها. فيراري تقريبا اللي كانت شارياها متصوره في كل مصانع اوروبا. بس مش عيب عادي يعني، الناس عادي. اصل انت هتبقى نوكيا لو انت عملتش كده هتبقى نوكيا بالظبط. لكن احنا في مصر لسه العربيات الصيني دي اختبارات ميكي ماوس، تركوا عربيه موبايل دي اختبارات ميكي ماوس وهم اصلا فشله، وكل ده شو عليك انت عشان تروح تشتري عربيه ب1 مليون جنيه وما تشتريش الالمانيوم ب4 مليون. بصراحه لو خيروك بين الموت والصيني والله العظيم فاهم يعني فاهم خفه يعني. اليورو انكاب مهم، بس انت عندك اختبارات امان موازيه ليه بينزل فيها عربيات الصيني اللي بتجي لنا مصر، عربيات البنزين. طبعا عربيات الصيني الكهرباء بتنزل اوروبا وبتعمل لها يورو انكاب، لكن عربيات لو انت اليورو انكاب هو معامل، يعني هو معامل الاختيار الوحيد بالنسبه لك. عندك عربيات صيني كتير بتروح السوق الاسترالي، السوق النيوزيلندي، عادي ما تعتمدش اختبارات الصينيه بالظبط. روح اشتريهم، بتعمل لهم نفس الاختبارات بتاعه اليورو انكاب وهتلاقي العربيات دي واخده 5 نجوم عادي جدا. طنش الاختبارات بتاع الصيني واخده 5 واخده 4 يعني عادي في الرينج، وصدقني هتبقى احسن من العربيه ام 2 ايرباج.